وهاي الدولمة زينة اللي صدق الشهي وحامضة ولاذعة وتشهي كل من يشوفها. أول مرة السلام عليكم يا حبايبي يا أحلى ناس بالكون. اليوم سويت لكم هاي الدولمة، شوفوا لي إياها وشوفوا لي جمالها وشون تطلع عندكم هيجي حبة حبة، يعني مو ممرودة، وهيجي شكلها يعني ما ما ممرود. طبعا أنا سويت كمية ما شاء الله 3 جداري من الكبار لأن عندنا عزيمة. فهسه بديت أغسل الخضروات. مثل ما تشوفون الخضروات كلها اختاريت اللي تكون حبتها ناعمة. الباذنجان ناعم، والشجر أو بعض الدول يسموه الكوسة والفلفل، وهنا أنا السلق عندي بديت أغسل به، فصارت عندي كل الخضروات جاهزة. وبالنسبة للمعجون أنا استخدمت معجون ألتونسا، لأن المعجون يكون طعمه طيب وحتى لونه وقوامه حلو. هنا بديت أثرم بالخضروات. طبعا أنا راح أسوي لكم إياها بصورة سريعة على مود يكون الفيديو قصير ومختصر، بس التفاصيل يعني موجودة. بديت أثرم بكل الخضروات. هنا أنا ثرمت البصل والشجر الحفر اللي طلعته من بعد ما حفرت الشجر. وهسه بديت أثرم بالباذنجان. طبعا صراحة إذا تريدون الدولمة تصير طيبة واللي شفتوها بداية الفيديو، الباذنجان يعدل الدولمة 180 درجة. كل ما زادت كمية الباذنجان بالحشوة تصير تجنن. طبعا هنا الخضروات أنا ثرمتها بالمحضرين، ما شاء الله عندي كمية يعني مو ما ثرم إيد. والخضروات بصراحة ما تحتاج، هاي الخضروات اليابسة ما تحتاج أثرمها بالإيد، بس الطماطة عندي ثرمتها بإيدي، لأن إذا ما ثرمها باليد راح تصير عندنا كأنما عصير. وأنا ما أريد الدولمة تصير عندنا هواي بيها كمية سوائل وتنمرد. هنا أنا بديت أضيف اللحم. واللي بالنسبة للي أنا ثرمتها بإيدي، اللي بثرم الإيد تصير أطيب، بس بعدها جمدتها على مود شوية تتماسك. وهسه بديت يعني مثل ما شفتوا ضفيت اللي واللحم. وهسه راح أضيف التمن. تمن غاسلته ومنقعته. طبعا استخدمت تمن عنبر يصير طعمه كلش طيب، واذا ما عندكم تمن عنبر يعني يفضل التمن او الرز تكون حبة قصيرة. هسه هنا أنا بديت ضفيت الملح، وضفيت ملعقة من الثوم الباودر تنطي طعم طيب، الثوم الباودر. وهنا أنا رشة من، يعني مو رشة، تقريبا ملعقة طعام من الليمندوزي لهاي الكمية. أنا ما أقدر أضيف عصير ليمون هسه لهاي الكمية يعني الحشوتنا هاي، لأن راح يصير بيها كمية سائل هواي وتنمرد، فراح أضيف لمندوزي يغنيني عن الحموضة. وضفت قليل من بهارات الدولمة والمعجون ودبس الرمان. صراحة أنا ما أفضل بهارات هواي بالدولمة، بس بعد صارت الأذواق اختلفت رادوا بهارات دولمة. بس هنا راح أخلطها وياكم وأرجع، لأن ما أقدر قدام الكاميرا يعني أصور وأخلط. هنا أنا مثل ما تشوفوها جاهزة عندنا. وهنا أنا بدينا بمرحلة اللف. بعد ما خلينا عيدان أو يعني هاي عواد السلق بأسفل مثل ما تشوفوها. هسه بدينا نحشي البصل. كان لف الدولمة بمساعدة أختي والوالدة. هنا كل من استلم يعني على جهة. هنا لفينا الباذنجان والشجر. وهنا بعد ما كملنا اللف صارت عندنا ما شاء الله مثل ما تشوفون هذه ال3 جداري، ما شاء الله جداري كلش كبار. هسه لهاي الدولمة طبعا ما راح أضيف ولا قطرة مي، لأن أنا شفت أثناء اللف أنه عندنا الخلطة مالتنا هي شلون نقول لينة، فهاي إذا ضفت لها مي راح تصير شوربة، لأن هي راح تنزل هواي مي وأنا أرجع أضيف مي. فهذه عندنا إذا كان قوامها مثل ما نقول لين فما تحتاج تضيفوا لها مي. مثل ما نقول يم المطبخ عينها ميزانها. إذا كانت الخلطة ناشفة يعني شلون صلبة فتحتاج مي، بس هسه هاي ما تحتاج مي نهائيا، هي لينة عندنا.
وهسه راح أخليها على النار بدون إضافة مي. ضروري كلش ضروري من تطبخون الدولمة يفضل ما تضيفون المي، تخلوها تقريبا ربع ساعة، تشوفون تنزل المي مالتها. إذا شفتوها ناشفة ما نزلت مي فممكن تضيفون المي ورا ربع ساعة. هسه شوفوا هنا أنا تقريبا أني من ربع ساعة إلى ثلث ساعة، شوفوا شلون نزلت عندي كمية مي ما شاء الله، يعني على هذا الكمية. وبعد هي ما منزلة، يعني مثل ما تشوفون بعد السلق حتى ما منزل مية، فهاي يعني ما تحتاج عندي هيجي مي، فما أضيف لها مي. هسه راح أخليها تقريبا نص ساعة على نار عالية، وأقلل النار عليها وأرجع لكم على مود نشوف الدولمة مالتنا وين وصلت. هسه هنا تقريبا 3/4 الساعة، شوفوا ما شاء الله عندي استوت، والحباية التمن مستوية تماما. وبس هسه اريدها تتهدر على مود تاخذ النكهات وتبدي الدهن مالتها ينزل. شوفوها هنا ما شاء الله استوت تماما. واذا تشوفون اكو كمية يعني مثل ما نقول مي او سائل، هسه هاي انا طفيتها، مجرد ما اطفيها اخليها شوية راح ينشف، مجرد ما يضربها الهواء راح تنشف وتطلع عندنا الدولمة هيجي حبة حبة، ومثل ما شفناها بهذا الشكل يجنن. أتمنى اليوم الفيديو يكون عجبكم، وإذا عجبكم لا تنسونا باللايك، واللي أول مرة يشوف القناة أتمنى تشتركون بالقناة، قناة مطبخ جوز ولوز. ويا رب أتمنى لكم صحة وعافية، وانتظرونا فيديو جديد يا رب ينال إعجابكم.